ثمن قاطع محور ديالى للحشد الشعبي دور المواكب الساندة لعملياته العسكرية، تلك العلاقة الروحانية المتأصلة منذ تلبية نداء المرجعية ولغاية الآن، ذلك الدور الذي يساهم بشكل كبير في رفض هذه المؤسسة الجهادية بالدعم اللوجستي والغذائي في الخطوط الأمامية كما الخلفية منها. الحشد استند بشكل قوي وفاعل على المواكب الحسينية، وأغلب مقاتلين هم انبثقوا من المواكب الحسينية، لذلك المواكب أهمية كبيرة في نفوس قوات الحشد الشعبي، فتجد الحشد الشعبي مندفع بعمق العدو ويسند من قبل مواكب أبي عبد الله الحسين. هذه المواكب التي نشأنا منها والتي تربينا فيها وترعرعنا فيها، لذلك نحن ننتهل من هذه المواكب الشجاعة والقدرة والكفاءة والعطاء. أصحاب المواكب الخدمية أثنوا على تكريم مؤسسة الحشد الشعبي التي ولدت من رحم تلك المواكب الحسينية بحسب وصفهم، وبنفس العزيمة يصرون على مواصلة إكمال المسيرة. بدءا من الفتوى المباركة بدأ الحشد الشعبي انطلق من المواكب الحسينية، واليوم الحشد الشعبي لا ينسى الأخوة في المواكب الحسينية، ثمنهم شكر وتقدير. المواكب الحسينية لها دور فعال مع الحشد الشعبي، وكانت مساندة لها وكتف لكتف في قواطع العمليات، ونقدر نقول بأن الحشد الشعبي أيضا خرج من رحم المواكب الحسينية. احنا هذا طريق الإمام الحسين، هذا الطريق لم ينسى أبدا، ولولا فتوى السيد الله يحفظ السيد علي السيستاني دام الله ظله وحفظ للعراقيين، انه أسس هذا التأسيس البنيان المرصوص الذي لا ينتهي إلى الأبد. لم تقتصر فتوى المرجعية على من يستطيع حمل السلاح وحسب، بل هناك من ساند بالدعم اللوجستي منذ انطلاقها، ولا زال كل ذلك من أجل أن يبقى الحشد ورجاله في طليعة الدائرة الجهادية. من محافظة ديالى، يونس البياتي، الاتجاه.